في قضية أمجد يوسف، المشكلة ليس أنه هن قبضوا عليه ورح يحاسبوه. أنا امبارح شفت الفيديو، طبعا أنا ما كنت شايفته من قبل. شفت الفيديو اللي هو عم بزت الناس بالحفرة. طبعا مشهد سيء جدا. وحتى لو كانوا إرهابيين اللي عم يزتوا بالحفرة، ما بيجوز إنك تحاسب الناس بهاي الطريقة. طبعا أنا بتعرفوا حكيت في فيديوهات سابقة، أنا حتى ضد حكم الإعدام. يعني إذا في دولة المفروض ما تحكم على الناس بالإعدام على أي جريمة. أنا بالنسبة إلي مع السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، لحتى أول شي أنت ما تصير قاتل مثل القاتل أو مثل الإرهابي. لأنك أنت إذا بدك تحاسب الإرهابي بنفس الطريقة اللي هو ارتكب فيها، أنت رح تصير مثله حتى لو كان هو إرهابي. فالطريقة الأفضل لمحاسبة أي مجرم هي سجن مؤبد مع أشغال شاقة. يعني ما يقعد هو برا الحبس مجرم وجوا الحبس عالي على المجتمع، ما يقدم شيء للمجتمع. لا، مفروض غصبا عنه يشتغل ويقدم للمجتمع. هيك المجتمع بيستثمر حتى في المجرمين، يعني تحول السجون إلى مصانع ومعامل. فطبعا هدول الإرهابيين الطائفيين اللي طلعوا على نظام الأسد فقط لأنه هو علوي، هدول إرهابيين، ما في كلام. يعني قتلهم بهاي الطريقة، أنا ضد قتلهم بهاي الطريقة وضد محاسبتهم بهاي الطريقة اللي عملها أمجد اليوسف. يعني هو نزل حاله لمستوى مجرمين، هو نزل حاله لمستوى إرهابيين، صار مثلهم. فهلأ رجعوا هن قبضوا عليه، هن نفسهم الإرهابيين قبضوا عليه وبدهم يحاسبوه. المسخرة وين بقى بالموضوع كله؟ المسخرة إنه إرهابي عم بيحاسب مجرم، إرهابي عم بيحاسب مجرم. ومثل ما أنا شفت هالمنظر هذا المقرف المقزز، كيف عم بيرموا الناس بالحفرة ويقوصون، شفت كمان أبشع من هالمناظر اللي هن صوروها بنفسهم عن مجازر الساحل، عن مجازر السويدة، عن تفجير الكنيسة. هذا كله شفناه أبشع من هذا المنظر حتى بكتير. عم بيقولوا إنه هل هاي العدالة تتحقق؟ العدالة لا تتوقف عند أمجد اليوسف. العدالة دولاب لا يتوقف، مو بكيفك انت بتوقفه، ما انت اللي بتوقفه. العدالة قانون إلهي، والله هو اللي بيحركه وبيدوره، لا انت ولا أنا ولا أي إنسان في هذا العالم. العدالة دولاب يدور، وإيده وإيد اللي بدوره هي إيد الله فقط لا غير، فقط لا غير. فأمجد اليوسف العدالة رح تتحقق فيه، لن تتوقف عنده، وبده يضل هذا الدولاب يدور. وهدول الإرهابيين اللي ارتكبوا اللي نفسهم هلا هن قبضوا عليه، هن الإرهابيين اللي قبضوا على المجرم أمجد اليوسف، نفسهم رح تدور عليهم الدويرة ورح يتحاسبوا على المجازر اللي ارتكبوها في الساحل وفي السويدة وفي الكنيسة. فدولاب العدالة ما بيوقف عند أمجد اليوسف، دولاب العدالة ماشي. طبعا ممكن ما يعجب هاي النظرية الناس اللي ما بتآمن انه في الله طبعا، ورح يحاسب اي انسان اجرم بحق اي انسان بريء. في مفارقة ايضا انه اللي قتلوا امجد اليوسف هن ناس طالعين ثورة طائفية ضد نظام فقط لانه هو، مو لانه هن مصلحين. احنا شايفينهم لا هن مصلحين ولا بهمهم البلد ولا بهمهم المواطن. هدول طلعوا فقط من أجل طائفيتهم، لحتى طائفتهم تستلم السلطة، فقط من أجل السلطة. بينما هن مين راحوا قتلوا؟ راحوا قتلوا أطفال، راحوا قتلوا رضع، راحوا اغتصبوا نسوان، راحوا أخذوا سبايا، عم يخطفوا أولاد، عم يتاجروا بأعضائهم. هدول يعني لا تقاس جريمة أمجد اليوسف بجرائمهم. هدول جرائم أفظع بكثير. اليوم الشي اللي عم بيصير بسوريا أفظع بمليون مرة من جرائم أمجد اليوسف. وهنا تكمن المفارقة، وهنا تكمن سخرية ال الأمور يعني. ولكن رح يتحاسبوا مثل ما هلأ اجى يوم كان هو مفكر انه ما حدا بيقدر بيحاسبه، وتم تصويره على اساس شوفوا نحن يا اخي ما لنا خايفين من شي، حتى بنصور حالنا يعني ونحن عم نعمل هاي الافعال الشنيعة.
فينا نصور حالنا مثل نفس عقلية هدول اللي هلا موجودين، انه تعالوا صورونا شوفوا نحن شلون ابطال عم نأجرم في الناس، ومفكرين انه ما رح يجي يوم وحدا يقول له تفرج انت على حالك شو كنت عم تساوي، مثل ما هلا فرجوا امجد اليوسف، رح نفرجيكم الفيديوهات اللي انتو عملتوها. بس يا ريت والله يكون انتو حظكم انه اذا انا كنت رئيس الدولة بيكون حظكم كتير كويس، وقتها ما رح احكم عليكم بالاعدام، بحكمكم اشغال شاقة مؤبدة، بس ما بنضمن لكم انه وقت اللي رح تنمسكوا مين رح يكون موجود، ويمكن يعمل فيكم ابشع من اللي عملتوه. ما بنعرف، حظ انتو حظكم بقى.